شفتوا بقى ممكن يتعمل ايه بصور البنات من على النت؟ شوف كده. في مصر وزارة الداخلية قبضت على شبه تنظيم كده بيتاجر في ايه؟ بيتاجر في صور البنات. طب بيجيبوا صور البنات منين؟ بيجيبوها من على السوشيال ميديا وبيجيبوها من الأجهزة اللي بتتهكر. بتودي جهازك يتصلح، بتسمحي بتدوسي على روابط عشوائية فحد بيخترق جهازك فيسرق صورك الشخصية المكشوفة والمدارية، يسرقوا الصور ويتاجروا فيها. طب بيتاجروا فيها على ايه؟ على جروبات تليجرام. بيحطوا كل الصور ديت آلاف الصور على جروبات التليجرام وبيعملوا عليها ميزات. بياخدوا كام؟ الصورة ب50 جنيه، والصورة المكشوفة يعني حسب بقى تقييمها. الصور يعني واحدة متصورة بلبس بيتي، متصورة بوضع مش لطيف. بيتاجروا في الحاجات ديت، خطورة كبيرة جدا يعني. طيب هيعملوا ايه في الصور ديت؟ هيبتزوكي يا ماما، هيبتزوكي. مش بياخدوا الصور بس، ده بياخدوا الصور والاسم والعنوان. كل البيانات اللي هو بيعرف يحصل عليها من الصورة بيحصل عليها. ودلوقتي المواقع على الانترنت مجرد ما تعرف يرفع صورة على موقع، يديله تاريخها ومكان التقاط الصورة وكل التفاصيل والجي بي اس يعني. طيب هم يعملوا بيها تاني؟ هيروحوا يدخلوا الصور على الذكاء الاصطناعي ويركبوا عليها حاجات ويهددوكي. وفي بنات في مصر وفي غير مصر انتحروا بسبب ان هم اتحطوا في موقف زي كده. واحد صور لها صور وقال لها هنشر الصور ديت في جروب المدرسه في الشارع، هبعتها لابوك وامك. خد الصور ديت يلعبوا فيها. يا ماما ما تفرطيش في سمعتك، ما تفرطيش في خصوصيتك، رجاء خد الموضوع على محمل الجد، مفيش هزار. سيبيكي من اللي هو عمال يشير كل شويه على السوشيال ميديا وعايش ان هو بابليك فيجر وكلام من ده، سيبيكي منه. انت حافظه على نفسك وعلى سمعتك وعلى شرفك. ما ينفعش تفرطي في حاجه زي كده. اسوأ احتمال ان هو يبيعوها للتجار، الناس اللي هم مرضى نفسيين اللي هم بياخدوا الصور ديت ويعني ياخدوها ويلعبوا فيها. وناس بتتلذذ بالنظر لصور بنات بريئات. في ناس مرضى نفسيين مضطربين. حافظي على خصوصيتك. احنا كآباء لازم ناخد بالنا. ولما ابوك ولا امك يقول لك خدي بالك ما تشيريش، ما تفتحش حسابات على السوشيال ميديا، ما تضغطيش على روابط، احنا شايفين مساحات ضلمه جدا في المستقبل. وانت لازم تخافي على نفسك، حافظي على خصوصيتك. سلام. بقينا في زمن مخيف، علشان كده لما بنحذر بناتنا ياخدوا بالهم، والافضل ما يحطوش صورهم على البروفايل، لان الذكاء الاصطناعي اتحول لاداه بتستخدم على حسب رغبه كل شخص. ففي اللي بيستخدمه في شغله وبيطور من نفسه، وفي اللي الشيطان هيئ له يستغله اسوأ استغلال. فرجاء ناخد بالنا، وبالاخص بناتنا. ابعتها لهم.